ورش جمعيه خمسه الفرنسيه. ان شاء الله غادي يكون واحد الدافع، واحد الانطلاقه جديده للعمل الجمعوي بالمنطقه. الفضاء ديال القراءه العمومي الفرحه اللي دخلنا لهذا الدراري ديال هذه المنطقه، ناس بعاد ديال الخطرات وحنا كنجيو لهنايا. شفنا ثقافه جديده، شفنا متاحف، شفنا بزاف د الحوايج. بأن الاتحاد قوة، وبأن كل ما اتحدنا كل ما اجتمعنا وعمرنا ما نطيحوا، ديما نبقاو ناجحين. هذا الورش اللي فيه واحد 3 ديال ليتاب ديال الورش، فيه ليسباس جو بالنسبه للاطفال ديال الدوار، فيه غوتابمون تاع لوكال ديال لاسوسياسيون تامونت، وفضاء القراءه اللي غيتستافدوا منه جمعيات ديال الدوار وشريحات ديال الساكنه ديال الدوار. تم خلق واحد نافوره إعادة تدوير المياه وميم طون باش ما يضيعوش لنا الماء. تم خلق واحد ليسباس اكوتي تاع اللوكال. اليوم عشنا معكم لحظات جميله بزاف في اطار تضامني دولي، اطار تضامني ديال جمعيات المجتمع اللي بينهم جمعيه اميس، اي جمعيه تعاضد المبادرات التضامنيه بسيدي قاسم، جمعيه اي تحدافه اللي جاتنا من اقليم ازيلال، جمعيه لو ريزو شباب فيكيك اللي جانا من فيكيك، واصدقاء شباب فيكيك اللي جاونا حتى هما من فيكيك، هما اصدقاء مشاركين مع جمعيه خمسه الفرنسيه واحد المده طويله، تقريبا مده 5 سنين. الوغ اليوم كنقولوا بانه جمعيات المشاركه كنعتبروا نفسنا يد وحده قلب واحد، كلنا متضامنين وكلنا باغيين نتضامنوا، والحوايج اللي كنحسوا بها مزيانه هي الابتسامه اللي كنشوفوا في الناس ديال الدوار والترحاب الجميل اللي كنشوفوه، وملي كنلقاو الاطفال كيحضنونا وكيسلموا علينا وتيقول لك حنا فرحانين بكم، والناس ساكنه الدوار كترحب بنا بزاف. في اطار هذه المجهودات اللي كتقوم بها شباب ديال الجمعيات المشاركه في الورش، كنحيي بزاف واحد المجموعه ديال الناس. بكثر ما كنشكر جمعيه خمسه الفرنسيه المقيمه على المشروع، كنحيي ساكنه الدوار، كنحيي جمعيه تامونت، كنحيي باسم خاص السي علي او لا علي اللي وقف معنا على قدم وساق من نهار جينا الى يومنا هذا. جمعيه خمسه هي جمعيه من بقاع الهجره المغربيه في فرنسا، كتواجد في الاقليم ديال ميرتي موزيل اللي العاصمه ديالها هي مدينه نانسي، والجمعيه منذ النشاه ديالها في عام 2000 وهي كدير اعمال تضامنيه في المغرب اللي سميتها مدرسه للجميع. فكل سنه الجمعيه كتجي للمغرب وكتحاول ترجع واحد شويه ديال الخير، لان الجمعيه مكونه من مهاجرين اللي كلهم تقريبا اساتذه في فرنسا، واللي كلهم منتوج ديال المدرسه العموميه المغربيه في سنوات الستينات والسبعينات. اذا كنرجعوا واحد شويه ديال الخير للشعب المغربي اللي حنا قرينا بالفلوس ديال الشعب المغربي في المدرسه العموميه، وكنجيو كل سنه وكنمشيو شي مدرسه اللي ما فيهاش الظروف ديال الدراسه كافيه. اذا كنحاولوا نجيبوا واحد شويه لان ماشي بزاف، او نحسنوا الظروف ديال التدريس. ملي هاد الجمعيه ديال تامونت هذه دابا 4 سنين والشباب ديالها كيجي يخدم معنا فهاد الورشات الشبابيه ديال ترميم المدارس، وكانوا ديما كيطلبوا منا باش نحضروا معاهم، نجيو نديروا شي مشروع هنايا في قصبه ايد حربيل. ففي الاخير جات هذا الوقت ديالهم وجات النوبه ديال قصبه ايد حربيل، جينا لقينا المدرسه ما بيهاش. اذا فقلنا لهم نختاروا شي مشروع اخر، فكان الاختيار جاء على اننا نعاودوا ترميم لو سياج المركز ديال الجمعيه، ولا تم بناء واحد القاعه اللي غيكون فيها التدريس ديال الاطفال في لا ماتيرنيل، وفي نفس الوقت صلح هذه الساحه العموميه اللي غيكون فيها الالعاب الاطفال، تكون فيها ساحه ديال الفضاء القراءه اون بلانير، وغيكون فيها واحد العدد ديال المجالات للناس ديال الدوار يقدروا يجيو يجلسوا هنا، وفي نفس الوقت يشوفوا الدراري ديالهم كيلعبوا. اذا نفس الوقت كاين المكتبه، كاين الفضاء ديال القراءه العمومي، وكاين هذا المشروع اللي كيبقى ديما ان الاصل ديالو هو التربيه ديال الاطفال ومساعده الاطفال باش ينشئوا في واحد البيئه اللي كتخليهم يتنموا القدرات ديالهم في اللعب وفي القراءه. وهذا هو ديما حنا لو كومبا ديالنا هنا في المغرب هو التعليم والقراءه.
الورش اللي كنا كنحلموا به شحال هذه كنوجدوا ليه كنبريباريو، كان عباره عن حلم تمكنا بمجهودات ديال الجمعيات اللي شاركت معنا دابا اننا نزلوه الواقع، وجمعيات اللي شاركت معنا والساكنه وبزاف ديال المساهمين. هذا كما كنقولوا ديما واخا ماشي مشروع باش كنستهدفوا الحيوطه ولا الحجر بقدر ما كنستهدفوا بناء الانسان. كي دابا معنا الشباب من 4 الجمعيات زائد جمعيه مستضيفه، كاين واحد التبادل ثقافي بين جمعيات الشباب ديال الجمعيات ديال المغرب والشباب ديال اللي جايين من فرنسا. يعني واحد مشروع غادي ان شاء الله غادي يكون واحد الدافعه، واحد الانطلاقه جديده للعمل الجمعوي بالمنطقه. كنتمناو ان واحد العلاقات اللي كاينه دابا بين هذه الجمعيات انها تستمر وتنتج مشاريع اكبر من هذا المشروع ان شاء الله. هذه المره الثانيه كنشارك في الورش، واللي هي ماشي شي حاجه اللي جديده علينا. دونك حنا ديجا خدمنا وديجا درنا هاد الحوايج، وكان حصل لنا شرف اننا نجيو للمنطقه بحال هذه ونخدموا في منطقه مع ناس في الجنوب ونشوفوا ثقافه جديده، تعرفنا على دراري جداد، شفنا ثقافه جديده، شفنا متاحف، شفنا بزاف د الحوايج بحال المتحف ديال اكرد اللي شفنا البارح. شي حوايج اللي امبوسيبل تشوفهم بعيد على هذه المنطقه. كيف ما قلت ديجا شفنا ثقافه جديده. كيف ما شفتوا الورش هو هذا، درنا نافوره، درنا اسباس دو جو، اسباس فيغ، لا سال للداخل، دي سال دانفورماتيك. رساله غنوجهها لجميع الشباب ان اي واحد عنده الوقت يحاول يتشارك في عمل تضامني بحال هكا. هو ماشي ساهل تونجاجا دغيا مع مجموعه ما كتعرفهاش لاول مره كتشوف شي ناس، ولكن مع الاستمراريه، مع كتجلس كتهضر كتشوف الناس كيفاش كيفكروا، كتكتسب قدرات جداد على انك تجلس وتهضر، تحيد لو تراك، تخدم الخدمه اللي ما امبوسيبل تخدمها بوحدك. دونك رسالتي لكاع الشباب يحاولوا ينخرطوا في الاعمال الاجتماعيه، يكونوا اجتماعيين قدر المستطاع، ويخدموا كاع داكشي اللي تيجي على بالهم، ما يحشموش ما يخافوش، كلشي ساهل ماشي شي حاجه اللي كثيره، واخا لو ترافاي فورسي، ولكن مع يد في يد نقدروا نوصلوا لداكشي اللي مستحيل. شاركنا في ورش ديال الجمعيات التشاركيه في 5 اميس، في اصدقاء في كيك وتامونت، بالاضافه الى جمعيه حدافه في منطقه قصبتي حربي جماعه تمنارت اقليم تاتا. المهم احنا على الاقل كشخص استفدنا شحال من حاجه. اول حاجه التضامن الجماعي، وثاني حاجه اكتشفنا ثقافه اخرى هنا في المنطقه ديال تمنارت، خصوصا يعني تقريبا الزيارات اللي درنا المواقع الاثريه هنا في جميع المناطق اللي تقريبا سواء في اكراد او هناني في القصبه. وحاجه اخرى يعني الفرحه اللي دخلنا لهذا الدراري ديال هذه المنطقه، بحال حنا بداتنا فرحنا ملي شفنا دوك الناس فرحانين. كبرتني عري من الثانيه خصني كلشي افوت بفوس باش الكليره وزن تمازير لنا او سيد نقلت كلامي انا كاين بان ادوز تمازير تيقول توزن الكليه والو ما تيوزن. احنا جد مسرورين شباب مدينه فيجيج انهم يتواجدوا في هذا الموقع. جينا من مدينه فيجيج اللي كتبعد قرابه ازيد من 2000 كيلومتر، والشباب رغم عناء السفر فرحانين لهذا العمل التطوعي الذي ان دل عن شيء فانما يدل على التآزر وعلى اللحمه اللي كيشكلوها الشباب بالخصوص، لان عمل شبابي 100%. والفرحه الكبيره ديال الشباب اللي جاوا من مدينه فيجيج هو انه يشوف واحد الضحكه على وجه الوليدات الصغار اللي كيف ما كتشوفوا هيئنا لهم واحد الجو للعب، واحد الجو يعني تغيير الجو في حد ذاته هذا شرف لينا. وكما يعني معروف ان ماشي المره الاولى هذه ديال التواجد ديالنا في اعمال خيريه مثل هذا المثيل. كنظن ان هذا ازيد من 7 ديال الخطرات وحنا كنجيو لهنايا، وان شاء الله مزيد من الصوم. دابا انا هنايا هذا العام الثاني ديالي في جمعيه اميس. كما عام اللي فات خدمنا في عيد حدافه،
وهذا العام ان شاء الله في هذا العام في ايت حربيل، وبصفتي اصغر مشاركات اشنو هو الاحساس ديالك كنتي كتساهمي في بناء واحد المشروع هو مشروع تضامني؟ احساس زوين ملي تتسالي هاد البنيادك تشوف الدراري صغار تيضحكوا تيلعبوا حداك، هذا هو احسن احساس بانك تكون داير الخير بلا مقابل. انا بغي نقول للشباب المستقبلي بان الاتحاد قوه، وبان كل ما اتحدنا كل ما تجمعنا وعمرنا ما نطيحوا، ديما نبقاو ناجحين.